السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وفي احسن حال. قبل ما نبدأ الفيديو النهاردة بتاعنا نصلي على الرسول عليه افضل الصلاة والسلام. واللي لسه ما اشتركش في القناة يا ريت بقى تشتركوا في القناة فضلا وليس امرا مني. فعايزاكم بقى لايكات كتير على الفيديو ده و... وعايزاكم بقى تشتركوا في القناة وتفعلوا زرار الجرس. هتلاقوا كلمة الاشتراك باللون الاحمر كده تحت الفيديو على طول، وفعلوا الجرس اللي جنبها هيطلع لكم 3 اشعارات. اختاروا اول اشعار الكل عشان يوصل لكم اشعار بكل فيديو بنزله ان شاء الله. عايزاكم بقى تكبروا القناه معايا كده وتتجدعنوا معايا، ويبقى في تفاعل كده على القناه، وشيروا كده الفيديوهات بتاعتي. ويا ريت بقى اللي لسه اول مره ينورني وما اشتركش يشترك وياخد جولة كده في القناة، يتفرج على بقية الفيديوهات عشان تعرفوني اكتر، وان شاء الله تعرفوني اكتر واكتر من الفيديوهات اللي جاية. يعني من خلال الفيديوهات وكده. فيا رب اكون عند حسن ظنكم، ولو عندكم اي افكار فيديوهات قولوا لي عليها ومقالب بقى وحاجات من دي وتحديات، عشان انا عايزه ادخل كده في المقالب والتحديات. انا اصلا ليا في الجو ده وبحب الجو ده قوي يعني. وفي العادي يعني ممكن ان انا اعمل مقلب مثلا في حد يعني قريب مني ولا حاجه. فانا بحب الجو المقالب والتحديات. فلو عندكم اي افكار وكده قولوا لي اعملها. يعني ممكن اعملها بقى في عيالي، اعملها في جوزي، اعملها في اي حد يعني. قولوا لي وانا آه، يعني مش عايزه بقى اقطع بقى المفاجآت اللي جايه اللي انا ناويه اعملها. بس لو عندكم افكار قولوا لي عليها وان شاء الله انفذها لكم. طبعا انا هنا النهارده بقى جايه يوم جديد وفيديو جديد. وطبعا اليوم ده انا كنت بصور فيه بقى كده. كان حوالي على الساعة 5 كده الفجر. النهار كان بيطلع كده وانا كنت بطبق في الهدوم، فانا مجنونة يعني. فعادي بشتغل في اي وقت وبروق في اي وقت وبعمل كل حاجة في اي وقت. وقبليها اصلا قبل ما افتح الكاميرا معاكم واصور كنت بشطب كده المطبخ، مواعين بقى ونضفت البوتاجاز، وبحب انضف كده الرخامات والدنيا حواليا. ف يعني انا مش بعمل حاجة واحدة بس، لا انا كنت بعمل كذا حاجة. بس طبعا كنت واخدة راحتي بقى عشان الجو كان حر خالص. ف جو فعلا في المطبخ يعني ببقى واقفة كده. بحس ان انا بستحمى كده وانا واقفة. فالجو بيبقى حر فعلا، والفترة دي فعلا يعني ربنا يرحمنا الجو نار. فالحمد لله يعني عدت والحمد لله. غسلت المواعين وشطبت المطبخ واحنا قدها وقدود. يلا بقى عايزاكم تتشجعوا معايا. انا بعمل الروتينات دي كلها عشان خاطر الهدف منها نتشجع مع بعضنا، مش انتوا بس والله اللي بتتشجعوا، لا بالعكس انا بتشجع قبليكوا. وطبعا انا بتشرف بوجودكم اصلا في القناه اللي انتوا بتتفرجوا عليا وتتشجعوا بيا. ولو حد بيكتب لي تعليق بسيط وتعليق صغير انا عندي بيبقى بالدنيا وبفرح بيه جدا، وبقرا كل تعليق بينزل لي. فعايزاكم بقى تتفاعلوا كده على التعليقات وتكتبوا لي تعليقات كتير وتشاركوني كده برأيكم في كل حاجة. يعني لو في حاجة أنا بعملها مش مظبوطة، في حاجة مش مظبوطة في مكانها مثلا. أنا بحب التجديد والتغيير في العموم يعني. مش في الشقة بس. فأنا بحب يعني إيه، يعني باخد رأي اللي حواليا واكيد ذوقكم هيبقى احسن من ذوقي. فقولوا لي بقى لو في حاجه يعني مش مظبوطه، مش عايزه تتغير كده. يعني انا حابه ان انا اعمل كده تغيير شامل قبل العيد يعني. انا بصراحه في العيد ده مش هفرش ان شاء الله بعد العيد، وهقول لكم ليه في الفيديوهات اللي جايه ان شاء الله. المهم يعني انا طبعا شلت الكفرات وغسلتها وجيت بقى اركبها كده زي ما انتم ما شايفين. طبعا كان في شنطه كده كنت ناسيها المره اللي فاتت، طلعتها وما حطيتهاش تحت السرير. فجيت بقى حطيتها ظبطت كده الملل، وقلت بقى البس كده تلبست الكفر. بصراحه الكفر ده بيحمي المرتبه. انا مش هفرش ملايات ولا حاجه زي ما قلت لكم، انا مش هفرش على العيد ده، انا هفرش بعد العيد. بس طبعا الكفر بصراحه بيحافظ كتير 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 على المرتبه بصراحه. بس هو عيبه اللي هو ابيض. الابيض بيبان فيه الاتساخ بسرعه، فبيتعبني بصراحه. يعني كل شويه بضطر ان انا اشيله اغسله. واصلا ما فيش حد بيخش في الاوضه دي زي ما قلت لكم. يعني انا رجلي فيها بس كده لو عندي اللزوم، لو عايزه اجيب هدوم لعيالي غيار يعني او حاجه. اخش انضفها كده، اخش ارص هدوم كده يعني. ايه يا حبيبتي؟ ف غير كده تعالي يا ماما. فغير كده انا يعني مش بدخلها خالص. فعشان كده اكتر اوضه بصراحه في الشقه كلها بتبقى نظيفه.
انا بكلمكم يا جماعه دلوقتي والنور قطع عليا بصراحه، عشان كده بنتي يعني اتخضت كده شويه عشان مش شايفاني، فمش عارفه ايه ده يعني، على حظي. المهم انا طبعا كنت بلبس الكفرات كده زي ما قلت لكم، وقلت هعمل بقى السرير التاني، وقلت بقى اشيل بالمره كده افك اكياس المخدات بتاعه الركن دي، انا كنت مدخلاها في الاوضه عشان خلاص بقى اتهلك يعني. العيال مرمطينها بره على الركنه، وهم اكترية قعدتهم على الركنه بيطلعوا وينزلوا وكده، فقلت بقى اشيلهم بقى جوه كده يترحموا شويه، وكده كده انا كنت عايزه اشيل الكفرات واغسلها، ففكيتهم كده بالمره، وقلت بقى اغسل الكفرات. انا بغسلها على طول يعني كل لما بتيجي تتوسخ بغسلها. طبعا انا عارفه اللي كده غلط، لاني كتر الغسيل في الحاجه بيخلي القماش يدوب بسرعه ويتهلك بسرعه، بس انا بحاول على قد ما اقدر يعني احافظ على الحاجه في يعني كنظافه، وفي نفس الوقت كحاجه انا بستعملها على طول، مش عايزه اهلك فيها برضو، فاهميني؟ يعني انا بغسل الحاجه اول ما تبتدي، مش بتتوسخ لا، اول ما تبتدي كده تتسخ ببتدي بقى اللي انا ايه اغسلها يعني وكده. طبعا برضو هشيل معاكم بتوع الركن ان شاء الله لما اجي اعمل الريسبشن، وهغسلهم، بس ان شاء الله انتظروا بقى فيديو. انا يعني دايما بعمل لكم فيديوهات في المطبخ، بس مش بعمله كجولة او كتنظيفات او ككده، يعني بجيب لكم مثلا الاكلات اللي انا بعملها لما بكون بعمل مثلا في يومي، بوريكم يومي ماشي ازاي، او بعمل النهارده اكل ايه كده. ف انما ما يعني ما خدتكوش جولة كده في المطبخ، ولا نضفنا مع بعض حاجة في المطبخ قبل كده. فان شاء الله انتظروا بقى فيديو هيكون جامد جدا وتشجيعي كده، ويمكن تاخدوا افكار مني بسيطة تطبقوها وتنفذوها عندكم. ف وتدوني برضو افكار، يعني اللي عنده افكار يدوني افكار بقى، ادوني افكار كتير كتير في الكومنتات. المهم هنا انا كنت بقى قلت بقى احط كده، انا بوريكم كده القطعه اللي كانت في الكفر، هي ما كانتش قطعه زي ما قلت لكم، هي كانت فكه خياطه. فانا كنت منتظره بقى زوجي العزيز اللي هو ياخد الكفر ويوديه للخياط وكده عشان يعمله، لاني زي ما انا قلت لكم قبل كده اللي متابعني، انا مش بنزل كتير الشارع بحكم بقى اولادي وكده، وانا اصلا مش من المنطقه. ف يعني المنطقه اللي انا متجوزه فيها انا مش منها، فطبعا مش عارفه حد هنا، ولسه ما تعودش ان انا انزل تحت وكده. من ساعه ما اتجوزت بنزل بس لما يكون جوزي معايا والكلام ده، فغير كده ما بنزلش. فطبعا هو بصراحه اللي بيجيب لي حاجتي ولو يعني في طلب عايزاه يعمله لي بيعمله لي كده يعني. ف فطبعا هو بصراحة كان مشغول في الشغل، ربنا يعينه، هو اكترية الوقت بيبقى يعني مش موجود عشان الشغل وكده. فاضطريت بقى اللي انا قلت بقى اتسلي بقى عليه كده، وافضل طول الليل بقى اخيطه، عشان خاطر انا كنت عايزة اللي انا اغسلهم، واللي انا اعمل لكم الفيديو ده بقى وافرشه يعني معاكم كده. هنا بقى شفتوا الحركة دي، اتخضيت. هو بص انا بكلمكم عنه، وهو جالي في قلب الفيديو وانا بصور كده، فجالي. طبعا البيت كان هص هص، وزي ما بقول لكم كان الساعة حوالي دلوقتي وانا بصور في الوقت ده، اول ما ابتديت التصوير كان حوالي الساعة 5، ففي الوقت ده كان حوالي الساعة 6 كده، او 6 الا. فطبعا النهار كان طلع، وهو بقى جه خضني، هو كان جاي كده من الصالة، بس يا ايل هو كان جاي كده من الصالة بقى عليا، ودخل كده وقف قدام باب الأوضة، فأنا بلف كده نفسي عشان خاطر أجيب الهدوم وكده من الدولاب، فلقيت مرة واحدة حد قدامي فاتخضيت بصراحة، فبقول له ايه ده يا ابني؟ طب مش تعمل صوت؟ أنا حتى ما حسيتش بصوت رجليك، في حد بيعمل كده؟ فبجد اتخضيت خضة جامدة يعني. المهم انا هنا بقى قلت بقى ايه، اجي بقى انضف كده الضلفه بتاعت الشتوي دي، قلت انضفها يعني. لان انا كنت عامله الدولاب وفرشه مغيره المفارش اللي هي زي البيضه اللي تحت دي، وما عملتش الضلفه دي بصراحه، زي ما انتم شايفين كده لو تاخدوا بالكم في مفرش تاني كده بني كده. انا ده برضو هسيبه، همسحه كده وهشيله وامسح تحتيه وهسيبه عشان ادخله كده جوه، لان المفرش الابيض ده عشان انا مدلدلاه حبه يعني شويه كده،
مدلدلاه كده منزلاه كده شويه من تحت، فطبعا كان قصير من جوه، فاضطريت ان انا اسيب اللي هو المفرش اللي انا حاطاه البني ده، بس دخلته جوه شويه بحيث اللي ايه ما يبقاش من جوه فاضي، مش ما يعني الرف مش مفروش عليه حاجه، ويبقى من قدام بس اللي مفروش. فحبيت اسيبه، بس طبعا نضفت زي ما قلت لكم، مسحته ونضفته وكده. هتشوفوا دلوقتي معايا، كملوا معايا الفيديو. واللي وصل للوقت ده من الفيديو صلوا بقى على الرسول كده عليه الصلاة والسلام كتير كتير كتير. وعايزة بقى دعوة كده من قلبكم في الأيام المفترجة اللي داخلة علينا دي. وكل سنة وانتم بألف خير، ويا رب اللي نفسه في أي حاجة يا رب يديله ويراضيه في حياته، وربنا يحسن ختامنا يا رب، وربنا يرزق كل مشتاق اللي لسه يعني ربنا ما كرمهوش بأطفال، ربنا يديله بدل العيل 2 وتوأم يعني. ويعني بصوا ربنا كده يطعمكم ما يحرمكم أبدا. و يعني انا بجد الايام دي بتبقى احلى ايام حياتي، اللي هي دخلت رمضان ودخلت العيد الكبير، والايام دي بتبقى جميلة بجد بجد، وبتبقى ايام بركة كده، وبحس براحة مش طبيعية، آه، راحة نفسية كده، برغم لو حواليا أي ضغوطات أو أي حاجة. أول ما بفتكر كده العيد والأيام الحلوة دي أو رمضان والكلام ده، بحس اللي كده من جوايا حاجة كده بتهديني، حاجة بتريحني نفسيا. فالحمد لله، ودي نعمة من عند ربنا. فيا رب كلكم كده ربنا يرضيكم بالنعمة دي، ويبقى من جواك كده راحة نفسية، دي أهم حاجة. ف يعني بجد كل سنة وانتوا طيبين، وبجد انتوا نعمة كبيرة في حياتي، الناس اللي موجودين عندي في القناة. اي نعم القناة بتاعتنا لسه صغنونة، بس ان شاء الله هتكبر بيكوا وليكوا ان شاء الله. ف يعني شيروا بقى القناة دي لكل الناس. طبعا انا الناس اللي بتكتب لي تعليق مثلا، بصراحة كل تعليقاتكم على أي فيديو من ساعة ما فتحت القناة، من ساعة ما نزلت الفيديوهات يعني على القناة وكده، أي تعليق يعني بجد بيفرحني جدا. وفي ناس بتكتب فيها شعر مش عارفة على ايه يعني، بس يعني انتوا فوق راسي اصلا. ودايما البني ادم الكويس بيشوف اللي قدامه كويس، وبيشوفه احسن منه عشان هو كويس. والبني ادم الوحش بيشوف الناس وحشة. فخدوها كده قاعدة في حياتكم. في بني ادمين بيبقى من جواهم غل وحقد وانانية وطمع وكل حاجة فيهم وحشة، دول دايما بيفكروا الناس وحشين زيهم، وبيفكروا اللي خلاص الناس كلها وحشة. لا طبعا، انا مهما ما بمر بتجارب، ومهما ما بكتشف حاجات انا كنت يعني في غفلة عنها، آه بلاقي نفسي فعلا بجد يعني لما بفوق كده، لا بقول ممكن في ساعتها اقول كل الناس وحشين مش عارفه ايه، ما عدتش هدي ثقه لحد، ما عدتش هدي الامان لحد. بس بجد بلاقي في ناس كتير تانية بتحبني كتير كتير، فدي نعمه من عند ربنا. في ناس كتير بتتمنى لي الخير، وفي ناس كتير كويسه والله يا جماعه. بس احنا بس وقت غضبنا بنفكر اللي يعني الناس كلها سواسيه، الناس كلها زي بعضها. لا طبعا، في الوحش وفي الحلو. وزي ما ربنا خلق الدنيا دي فيها ناس وحشة بتتعامل بالطريقة دي ونفوسها وحشة، ربنا برضو خلق الناس الكويسة. فدايما كل واحد يصاحب اللي شبهه، ودايما كل واحد يبعد عن الناس اللي مش شبهه خالص، لان هو اصلا في الحقيقة مهما ما يعافر ومهما ما يحاول يغير فيهم هم مش هيتغيروا، لان البني ادم من طبعه عنادي، ومن طبعه متكبر. طبعا انا مش بتكلم على كل الناس، في ناس كده وفي ناس كده، كل واحد وليه طبعه، بس انا بتكلم في العموم. في شخصيات كتير بتبقى من جواها عنادية، او متكبرة، فما بتحبش اللي هي تغير من نفسها، شايفة نفسها احسن حد في الدنيا. فربنا يهديهم ويهدينا، ويهدينا كلنا جميعا، وربنا يصلح الحال يا رب. وربنا يهدينا كده، اهم حاجة الهداية. ف انا بقى هنا كنت بطبق بقى الضلفه كده وبظبط الهدوم. انا طبعا انا اتفاجئت اصلا بكميه الهدوم الشتوي اللي عندي في الضلفه دي. آه، يعني انا اصلا في حاجات كتير ما بلبسهاش، وفي حاجات طبعا ما بقتش بلبسها عشان طبعا يعني
حاسه اللي هي قصيره عليا، قصرت عليا، ولا مش عارفه انا طولت ولا ايه، مش فاهمه. بس طبعا في حاجات طبعا ما ينفعش البسها تاني، لاني آه، مش هتناسب كواحدة اللي أنا متجوزة وكده. طبعا كل واحد ليه طبعا رأيه. أنا ليا رأي كده وليا دماغ لوحدها. أي نعم أنا بلبس وكل حاجة، وفي الطبيعي يعني في الخروجات وكده. يمكن انتوا في الفترة اللي جاية معايا يعني هتشوفوني على طبيعتي وانا ببقى ازاي في الحقيقة وكده، لاني انا بحكم اللي انا ببقى موجودة في البيت فبتشوفوني عادي بعبايات والكلام ده. انما انا اصلا عادي بلبس بناطيل بلبس بناطيل وبلبس دريسات وبلبس كل حاجة، بس في الحدود برضو، لأني لازم البني آدم يبقى في كل حياته في حاجة اسمها حدود، فما ينفعش يتخطوها. وطبعا أنا ماشية بمبدأ يعني الحياة دي مش هنعيشها تاني مرة، هنعيشها هي مرة واحدة. بس مش معنى كده اللي أنا يعني اللي حد ياخد كلامي اللي هو يبقى واحدة أصلا اسمها لابسة وهي أصلا مش لابسة حاجة، فيبقى كده هي تمام. يعني اللي هو هي كده تمام يعني. هو اللبس مش بيدل على شخصية الشخص، بس هو جزء من شخصيته. يعني ممكن حد يشوفك مرتب في نفسك وكده يقول اه ده باين عليه حد محترم وحد ابن ناس وكده. وممكن تبقى لابس لبس كده مبهدل في نفسك، يقول عليك اه ده باين عليه إيه شو مبهدل في نفسه ازاي، يبان عليه كده مش يعني اي كلام بتاع شارع بتاع مش عارفه ايه كده، يعني فاهمين قصدي. فهو اي نعم انا كواحده يعني ده يعني وجهة نظري الشخصيه يعني. طبعا كل واحد ليه وجهة نظره. اللي اللبس يعني اذواق، واللبس فعلا بيدل على جزء مش كل الشخصيه، جزء من جزء بسيط من شخصيه البني ادم. بس يا لولو، بس يا ماما. فطبعا بس مش بيدل على طبعا شخصية البني آدم كاملة، لا طبعا. يعني أنا ممكن أكون مثلا بلبس بنطلون وكده، ففي ناس تانية تحط في دماغها كل اللي بيلبسوا بناطيل مش كويسين. لا طبعا، ما فيش حاجة اسمها كده، في كده وفي كده، مش كله طبعا. وطبعا اللبس ما بيحددش الشخصية كاملة، لا بيحدد جزء من الشخصية بس. فحبيت اقول لكم يعني إيه يعني رأيي المتواضع، ورغيت معاكم كده شوية وصدعتكم. فأنا بحب بجد أتكلم معاكم، وبحس كده إحساس غريب كده، إحساس حلو اللي أنا ليا عيلتي صغيرة أنا عارفة، بس إن شاء الله هتكبر وأنا واثقة في ربنا، ثم فيكم، آم، ثم في نفسي اللي أنا فعلا أنا من جوايا أنا بعمل الحاجة بحب. والله بتعب فعلا على نفسي، يعني انا باجي على نفسي بزياده. يعني انا كده كده بصور لكم الحاجه اللي بعملها في بيتي، بس آه في حاجات كتير انا يعني ممكن يعني زي ما قلت لكم قبل كده انا بعمل ممكن اجل الحاجه دي بعد كده. يعني الفيديو ده انا ممكن كنت اجلته، يعني اللي هو ضلفه الدولاب وكده والترويق واللي انا اركب الكفر واطبق الهدوم، انا ممكن كنت اجلتها. يعني ساعات بتحصل معايا وغصب عني من ساعه ما بقى معايا اطفال وكده، بقيت باجل الحاجه مثلا اليوم بعد كده. يعني انا متعوده اطبق الهدوم في ساعتها، مثلا اشيلها من على الحبل اطبقها، بقى ممكن اللي انا اسيبها لتاني يوم او لتالت يوم. كنت اقعد باليومين بالتلاته محطوطه على السرير عايزه تتطبق، وانا مش قادره وببقى متضايقه من جوايا اللي انا مأخره عن الحاجه دي، لان انا بحب الحاجه كلها تبقى في مكانها، ما بحبش الهيصه والكلام ده. بس بيبقى غصب عني عشان طبعا ورايا التزامات تانية، وفي اكل وفي شرب وفي غسيل وفي ترويق وفي اطفال، اهم من كل ده بقى عيالي. ف فربنا يعيني الواحد بجد، يعني ادعولي بجد. وكمان هم عشان لسه صغيرين فالموضوع صعب بالنسبه لي، وهما الاتنين يعني يعتبر سنهم قريب لبعض، فالموضوع بجد صعب يعني. آه طبعا اللي معاهم بقى بيبيهات فاهمين اللي انا بقوله وهيقدروا اللي انا بقوله، فادعولي كده وشجعوني بجد. هو التشجيع بس يعني ربنا طبعا الاول وبعد كده تشجيعكم، هو ده بس اللي هيخليني اللي انا اكمل في القناة. وانا بجد نفسي اللي انا اكمل ما ملش ولا ازهق ولا اي حاجة. طبعا طول ما في ناس كويسة زيكم كده انا مش همل خالص ولا هزهق. فالحمد لله، يلا اشوفكم على خير ومع السلامة.